السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد. هشام من كلان بنات شباب سوري. حابين نستعرض الحرب. الحمد لله يعني فزنا فيها الحرب 67 مقابل 62 على كلان الخصم. بسم الله. حابين نستعرض. شوفوا هجمات الخصم صراحة، يعني نحن كان دفاعنا اللي هو فالكري. خلينا نشوف شو الدفاع عنا. حبة فالكري وحبة ساحرة وحبة بيبي دراغون ماكس. نسرع الهجمة بنشوف الدعم اللي عنا. الخصم شو راح يسوي. طبعا هي بيبي دراغون طلعت. الفالكري بس. طبعا الساحرة لسه ما طلعت، باقي ما طلعت، باقي تطلع شوية وتخرب الدنيا ان شاء الله على الهجوم كله. طلعت الساحرة، شايفين؟ الساحرة. طبعا هذا الدفاع الحمد لله يعني صراحة أفضل دفاع لحد الآن في كل الحروب. أنا هذا رأيي. الحمد لله يعني فزنا نحن بالحرب. خلينا نستعرض أول هجمات. عباس جولدينج. إحداشر ساحر و11 فالكري. طبعا شوفوا التصميم هذا، لازم ينهجم عليه. إذا بدكم تهجموا فالكري ماكس لازم تفتحوا 3 فتحات، من اليمين ومن اليسار ومن النص، نفس ما هجم صاحبنا عباس. شوفوا الملكين دخلوا بالنص. لهيك يعني اللي بيطلع له هيك تصاميم لا يخاف ويهجم نفس الهجمة إن شاء الله بيحصل نجمتين أكيدين أكيدين. طبعا تقريبا كان راح يختم القرية، بس التعويذات يعني لو حطها مكانها صح ممكن يختم القرية. بس الحمد لله يعني نجمتين حلوين. بنشوف الهجمة الثانية كمان عباس كولدينج نفس الطريقة. بنشوفها بشكل سريع بس. هي نفس المبدأ. المهدم السور طبعا دخل من جهة اليسار ومن جهة اليمين. شوف الفالكري سحب لعند الملكة. بدكم تراقبوا تحركات الملكة. الملكة إذا كانت بنص الأرض بتدخلوا الفالكري من جهتها، فالفالكري دائما بيلحق الملكة. إذا كانت الملكة بهالتصميم هذا جوا، ف عليكم إنه أنتوا خلص تهجموا تدمروا من جهة الملكة مهدم سور وتهجموا عادي نظام. الفالكري لحاله بيلحق الملكة وبيدمر البيت طريقه. خالصة هيك الهجمة، وهي نجمتين من عباس كوندينج. يعطيك العافية. وهلا كمان من اخونا عبد الله من ملقب اذكر ربك واستغفر. بنشوف هجمته كمان اخذ 2 تجميد ووحدة نط ووحدة سيرج وغضب ووحدة دم. هاجم باولر. صراحة في عنا تنويعات بالهجومات، يعني بتمنى انكم تستفيدوا من التشويق. طبعا هو جمد الدعم وجمد انفرنو وجمد ملكة لما حط التجميد. الله يعطيك العافية يا عبد الله على الهجوم الحلو. طبعا هذا الهجوم نجمتين ان شاء الله. يعني معنا تسكيرات ليفل 10 مقابل ليفل 10، لاني صراحة مصعبين يعني الامور علينا كتير الشركة. وهلا مستعرض هجوم امير الملقب AM. شوف شكل سريع. كمان باولر من جهة اليمين من جهة اليسار عم ينظف، بعدين دخل من جهة النص حط الجنود الجنود، لأنه لازم يكون يبقي معك كمية جنود كبيرة بالنص تخليها عشان يدخلوا بالنص. هيك الهجمة خالصة، وهي هجمتين. يعطيك العافية. حاليا هلا بنكتفي بالفيديوهات ماشي، وان شاء الله بننزل مقاطع تانية
بالنسبة للهجومات البيانية. يعطيكم العافية، نلتقي بعد قليل إن شاء الله.